هاي، اخبارك ايه؟ معانا واحد بيقول انا عريس جديد ومتجوز بقالي شهر، ومراتي اختها ساكنه في الغردقه واحنا في القاهره. ومراتي كانت بتدرس هنا وكانت قاعده طول فتره الدراسه عند اختها. ومن كام يوم قلت لها يلا نروح نقضي يومين عند اختي وننزل البحر شويه، خصوصا ان الاسعار مولعه واي شقه قريبه في البحر دلوقتي غاليه. قالت لي هكلمهم الاول علشان يعملوا حسابهم، اصل شقتهم صغيره وفيها اوضتين ومعاهم بنتي. قلت لها خليها مفاجأة احسن، فما وافقتش وقالت لي بس خلينا اقول لجوز اختي يعزمك بنفسه عشان ما يبقاش فيها احراج، لان انتوا ما بتتعاملوش ومعاملتكم انتوا الاتنين مع بعض مش قوية. قلت لها تمام ماشي. وهي فعلا كلمت اختها، واختها قالت لها اكلم جوزي وارد عليك. الكلام ده بقاله 10 ايام، وكل يوم اسأل مراتي هي ردت عليك ولا لا، تقولي لا لسه. قلت لها طيب كلمها تاني، خلينا نعرف عشان نجهز نفسنا. كلمتها واختها ردت وقالت لها جوزي مش موافق، اصل الشقة صغيرة وما نقدرش نستضيف راجل غريب، وجوزي عنده شغل. وما تزعليش مني بس انا عارفة ظروفنا. بصراحة انا زعلت جدا من الموقف، يعني اختها وجوزها مش قادرين يتحملونا يومين واحنا عرسان جداد. اتضايقت لدرجة ان حلفت عليها بالطلاق، انها ما تكلمش اختها تاني ولا ترد عليها وما تكلمهاش. وهي زعلت مني وقالت لي اكيد ظروفهم صعبة، وجوز اختي دخله بسيط واكيد قاعدين في الشقة ايجار وعليهم التزامات. بس انا شايف ان الموقف ده قلة تقدير. يعني طيب لو كنا فعلا رحنا وعملنا مفاجأة كان هيحصل ايه؟ كان الموقف هيبقى بايخ ومحرج. وانا دلوقتي مش عارفة انا صح ولا غلط. لا انت غلط، احسن بس كل واحد وله ظروفه، انت ما تعرفش ظروف غيرك ايه. يعني هو ممكن يكون اكلهم على قدهم، إيه مش عارفين. يعني انت اكيد لما الواحد بيروح لحد لازم يقدم له احسن حاجة واكرام الضيف والكلام. انت ما تعرفش ظروفه ايه. وغير كده هي بتقولك هو دخل جوزها بسيط وعايشين في شقة ايجار. يعني هو اكيد يعني لو كانت ظروفه تسمح كان اكيد كلمك وقالك تعالى ولا اي حاجة. وغير كده هو بيروح الشغل، ازاي هيسيبك قاعد مع مراتك واختها في نفس البيت وهو مش موجود؟ ممكن مثلا معرفش ياخد اجازة. لا يعني راعي ظروف غيرك، علشان لما انت تبقى في نفس الموقف غيرك يراعي ظروفك. لا، اللي انت تمنع اختها لا ما تكلميش اختك وتحلف بالطلاق والكلام ده، لا عيب. بتقلي انت راجل كبير وناضج، المفروض تفهم وتوزن الامور صح. لا راجع نفسك وما تخليش الاخوات يكرهوا بعض ولا يبقى بينهم اي حساسيه. ممكن المفروض انت ماشي تتقبل الموضوع وتقول لها عادي مش مشكله في اي وقت تاني، نبقى احنا نعزمهم الاول وبعد كده نبقى نروح. يعني خلي النيه جواك كويسه، يعني صافيه لغيرك وراعي ظروف غيرك. لا انت غلطان، فكر كويس وصح.